السلام عليكم ورحمة الله. رسالة لأصحاب المطاعم والكافيهات والحاجات هذه. طيب والنهاية ايش تبغونا؟ يعني كيف نسوي دحين؟ جبتوا لنا غضب الله، جبتوا لنا الأمطار والصواعق ولا هذا العواصف. يعني ما نستغرب لو جاء فيضان في جدة بسببكم. كل حاجة تحصل في البلد هنا غضب فيه منكم. فاتحينها افتتاح مطعم ولا انفتاح ولا ايش هو ده؟ ايش قلة الحياة هذه اللي قاعدة بتصير في بلد الإسلام؟ تستغلوا الناس في الحج، والناس فكروا الحكومة نايمة راحت الحج، تفكروا الهيئة راحت المطاوعة كلهم في مكة، خلاص جدة خلاص صارت دشرة. ما تستحوا على وجيهكم، استحوا على وجيهكم، خلي اكسبوا بالحلال. الله يفتح لكم يا شيخ باب على جهنم. زي ما نكبتوا بنات الناس فضحتوهم. نص البنات في السجن وابائهم يروحوا يطلعوهم من السجن بسببكم، يروح يكفل بنته بسببكم. وانتوا والامهات اللي قاعدين يرسلوا بناتهم رايحه مع صاحباتي. فين صاحباتي؟ انت الام مدرسه ولا حارس عماره ولا ايش قصه الام هذه؟ فين ايام الزنبيل لما كانت الام تدلدل الزنبيل من بيتها كده، تحط الفلوس فيه، يمر اي واحد يقضي لها. صار الرجال دحين هو الزنبيل في البيت والام هي اللي تروح تقضي. انت يا ابو البنت ايش دورك؟ قاعد لي كل مع اصحابك ولا رايح جاي ولا تقول رايح ادور رزقي؟ طيب ما تحاسب الام هذه، الام الهبله هذه اللي قاعده تطلع بنتها، ما تحمي بيتك وتشوف لك حل. واصحاب المطاعم الله ينتقم منكم، تفتح مرقص قاعد اغاني ورقص ومختلط، وفي النهايه البنات ما يتجوزوا، عوانس خلاص انكشفوا قدام الناس وفضحوا. الله ينتقم منكم يا شيخ، وينتقم من كل ام ما تحافظ على بنتها وتخليها تروح كده. بنات الناس قاعدوا عوانس، بنات الناس، والام المصيبه تخلي بنتها تروح كده عادي، ولو راحت فرح تخليها تتكشف تلبس عاري وقصير. لا، وتقول بنتي قاعده ما حد يتجوزها. ما الحريم كلهم قاعدين يدوروا المستر لولدهم. البنات انفلتوا قاعد تلبسيها عاري تكشفي لحمها قدام الناس. مين اللي تتشرف انها تاخذها لولدها؟ قولي لي مين انت لو ولدك ما تاخذيه لها، فكيف تكشفي بنتك وتسببي لها عنوسه؟ وفي النهايه حبقبق، انتوا اللي سويتوا الحبقبق. قال لك البنات صاروا بويات. ما بنتك مفلوته عند لان الحريمه صاروا خلاص، البنات التانيين صاروا كده ينفتنوا فيها، قلبوا حبقبق بسببك انت. امسكي بنتك في بيتك واحفظي بنتك. ما احنا ناقصين. قال لك جدة حيصير فيها فيضان بسبب، ما نستغرب، انتوا السبب. جبتوا لنا المصايب، جبتوا لنا الفيضان، جبتوا لنا غضب الله. 10 ذي الحجة، الله اقسم بالعشر والفجر وليالي العشر، تقوموا تسووها مراقص واغاني؟ تبقى تحسب الله غافل عما تعلمون؟ الله ينتقم منكم يا شيخ. يا اصحاب المطاعم، ينتقم من كل ام ما تحافظ على بنتها، الله يجعلها بالمرضى الخبيث يا رب. كل ام ما تحافظ على بنتها وتفلتها كده، الله يجعلها بالمرضى الخبيث اللي يعجل بها ان شاء الله. بطن الارض خير لها من ظهرها. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ام كده تفلت بنتها، الله ينتقم منها. يا امي مو كل الامهات مو سوا. اسكتي يا جزمه، اسكتي. انت لو لقيتي فرصه تروحي، لكن قعدت لك هنا باللي في رجلي انا. يا امي لا، بس ما كل الامهات، في امهات محافظين في محافظه جده. هيا اسكتي بس من جد والله العظيم، قسما بالله يا امي. يا بتروحي خلاص بلا كلام. رساله لكل ام، لكل مطعم، لكل رجل دين، لا يجينا غضب الله. جده بتغرق بسببكم. نسمع في الارصاد الجويه وهذا والدعايات. الله قادر. غضب الله، مؤشرات غضب الله جاتنا والعواقب
العواصف والمصايب وتجينا أكتر بسببكم. انفلات، قال لك مطعم افتتاح، انفتاح. الله يحرقك ويحرق مطعمك ويحرق المرقص والأغاني اللي سويتها يا مجرم. دمرت بيوت الناس، ضيعت البلد بسببك. الله ينتقم منك وينتقم من كل أم تفلت بنتها، يجعلها بالمرض الخبيث اللي طير لها صدرها من مكانه. سرطان إن شاء الله يجي لها أي واحدة تفلت بنتها. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.